لعبت المرأة الشاوية دورا كبيرا في الحفاظ على الطقوس التي يعود تاريخها لآلاف السنين، حيث تناقلت فتيات الأوراس الشامخ عن أمهاتهن وجداتهن أهازيج الأفراح الشعبية وكل ما يرافق العادات والتقاليد الموروثة. هذه الجلسة الحميمية أو ما يعرف بالقعدة الشاوية أقيمت بدار الشباب مصطفى بن بولعيد بمدينة عين فقرون. ديكور تقليدي يمثل نمطا اجتماعيا ويختزل طبوعا تراثية أصيلة وعريقة عراقة الموروث الثقافي والحضاري لمنطقة أم البواقي عامة. ألوان ولباس شاوي. نشد قرداشة باش نيقا يسلي قندق الشعبية وغري والتماسيات في السوري الضوف باش يتعاون والتماسية ثانية تقدي العيش في تل العيش وخالتي هي كان الغرايف باش نتغدى يسن. مرحبا يسكم غرنا شنتينا يمير هذايا سوارو ظنغ ذل خدمتنا نتمثل ثمطوث شاويث نعين فكران وثمطوث نزيكا قنتينا اللي انت خدمت تيجي انت العولات تيجي انت شخشوخ تيجي انت العيش تيجي انت السكسو فتل انت تيجي انت الغرايف خصنا نحافظ في التقاليد نغنزيك خاطر ما كنتي هوني مالاد كبر انت سنت الحوايج نزيك الوالدين غاملا نخدم نزيك نتيك سكسو نتيك شخشوخ نتيك النعنت نتيك الغرايف نتيك رباز نتيك ريون نتيك نهلا نتيكيت خدمت نزيك ونتيك الخياطي ما نستعلى باطي وانت خياط انت خياطة الحفاظة الدنيا كلها نزيك. وعموما فإن الحركة الجمعوية وبالتنسيق مع المؤسسة الشبانية بمدينة عين فقرون تسعى إلى الحفاظ على الموروث الثقافي الذي يشكل تراثا اجتماعيا كالفنون والغناء والحكايات والأمثال الشعبية والتراث الغنائي الوطني. اسمحي لي هاي لأمي معايا اسمحي لي فالجي هادي اسمح بحلبة وليدايا مرسولة من عين العالين زوج بطال وطالع والجبايا هزوا السبتة وزادوا الرفل وضربوا ضرب